الراحة النفسية هي هدف كل إنسان، لكن كتير من الناس مفتقدين الراحة النفسية، والسبب هو عدم إدارة حياته صح. يعني عايش تحت مسمى هي خربانة لحد ما نفسيته خربت، لكن بعد الخطوات دي هيبقى أعمار إن شاء الله. أول خطوة وأهم خطوة القرب من ربنا. ما تقوليش أنا قلب أبيض والكلام ده، ما أنا ما شفتش قلبك بصراحة. بص، قربك من ربنا يعني تصلي وتحافظ عليها وتقرأ القرآن بتدبر وتسبح وتستغفر، لأن قربك من ربنا هيخليك مرتاح نفسيا. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني لو مش بتصلي قوم صلي دلوقتي، مفيش حاجة اسمها هبدأ من بكرة، ابدأ دلوقتي. تاني خطوة ابدأ بالتفكير المنفتح في نفسك وصحتك. اعلم إنها ليست أقل أهمية من صحة غيرك. الغلط اللي بنقع فيه اننا نهتم بغيرنا اكتر من نفسنا. يعني مثلا تلاقي شخص يقلق ويهتم باولاده اكتر من اللازم ومش مهتم بنفسه. طبعا الفقر الشيء لا يعطيه، واللي مش نافع نفسه مش هيقدر ينفع غيره. اهتم بنفسك وصحتك اولا، ثم اولادك والاخرين واي حد تاني زي ما انت عايز، ما انت فاضي بقى. تالت خطوة ابحث عن انبساطك في يومك. يعني اضحك واصنع لنفسك شيء من البهجة حتى لو كانت بسيطة. يعني شاهد ماتش كورة، اشرب مشروبك المفضل وكده. يعني ما تخليش عملك الجاد او حرصك على تحقيق النجاح يعمل حاجز بينك وبين راحتك وانبساطك. العمل مهم جدا والفلوس مهمة جدا، وبالذات الفلوس. يا رب ارزقني بمليون جنيه انا ومن يشاهدني، قولوا امين. العمل والفلوس مهمين، لكن ما تخليهمش يعملوا عليك ضغط وينسوك حق نفسك. ادي لنفسك وقت من الراحة والانبساط عشان تعرف تكمل طريقك للنجاح. اخيرا وليس اخيرا، ما تنساش حق نفسك، ان لبدنك عليك حقا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة. بحبك في الله، وتتذكر راحتك النفسية اهم. واحلى مسا عليك.